يا صباح الورد والفل واهلا وسهلا بيكم. النهارده جايبالك مجموعه افكار من ديكورات مطابخ روعه جميله. فلو بتفكري تجددي مطبخك او لسه بتجهزي وعايزه مطبخ عملي وشيك في نفس الوقت، فالفيديو ده معمول علشانك. هناخد جوله ممتعه مع بعض في عالم ديكورات المطابخ الروعه، وهنديكي افكار ذكيه ولمسات انيقه وتفاصيل بسيطة بتفرق جدا في الشكل والراحة. فخليكي معايا للنهاية، لأن كل دقيقة فيها فكرة ممكن تغير مطبخك بالكامل. كلنا عارفين ان المطبخ هو اكتر مكان بنقضي فيه الوقت من اول ما نصحى تقريبا لحد ما ننام، وان المطبخ هو قلب البيت. فالمطبخ مش مجرد بس مكان للأكل، المطبخ هو دفء للبيت ولمة العيلة وأحيانا أحلى قعدة. عشان كده ديكوره لازم يكون مريح للعين، سهل في الاستخدام، عملي، ويعيش معانا سنين من غير ما نزهق منه. وأي مطبخ جميل بيبدأ من فهم المساحة كويس قبل أي اختيار. وتعالي بقى نشوف أول خطوة لازم نعملها عشان جمال المطبخ. طبعا اختيار الألوان. فناس كتير بتبقى محتارة أعمل لون المطبخ ايه، وهل أعمله لونين ولا لون واحد بس. فالألوان هي سر الإحساس بالمطبخ. لو المساحة صغيرة يبقى الألوان الفاتحة زي الأبيض والكريمي والبيج بيوسع المكان، وبرضو درجات الرمادي الفاتح مع الخشب الطبيعي بتدي شياكة عالية جدا. ولو المساحة عندك كبيرة ممكن تلعبي بقى على لونين أو لون غامق مع إضاءة قوية. فعندك بقى الأزرق الغامق والأخضر الزيتوني، أو الناس بتحب الأسود بس يبقى الأسود المطفي، بيطلع فخامة غير عادية. المهم انه يبقى فيه توازن، ما يبقاش فيه افراط ولا زحمة الوان. اما بقى بالنسبة للخامات فاختاري اللي يعيش. فجمال المطبخ في الخامات اللي تعيش سنين طويلة. المطبخ الجميل مش بس شكله بيبقى حلو، لازم خاماته تكون قوية وبتستحمل. فعندك بقى الخامات الحلوة اللي تعيش. الخشب المعالج ده بيدي دفء وأناقة. اللامينات العملي مناسب جدا للاستخدام اليومي. وعندك كمان الإكريليك بيدي لمعة عصرية. الرخام أو الكوارتز للرخامة بيفرق جدا في الشكل. ونصيحة مني بقى، اختاري مش حسب الشكل، اختاري الخامة اللي تخدمك وحسب استخدامك، مش الموضة بس. بالنسبة بقى للترتيب والراحة، فده بيتمثل في وحدات المطبخ. من أهم أسرار المطابخ الروعة ان هي وحدات تخزين ذكية، والأدراج بتبقى عميقة والدواليب لحد السقف. ونهتم قوي بالتقسيم الداخلي للمطبخ يبقى منظم، وكل حاجة بيبقى ليها مكانها. أهم حاجة في المطبخ هو التنظيم، وان انت تخلي لكل في التصميم كل حاجة يبقى ليها المكان المخصص ليها. وده مش بس بيريحك، ده بيخلي المطبخ دايما شكله مرتب حتى لو استخدمتيه كل يوم. ونيجي بقى النقطة، حاجات كتير الناس بتغفل عنها وهي الإضاءة. فالحقيقة ان الإضاءة هي البطل الخفي. الإضاءة ممكن ترفع مستوى المطبخ أو تهده تماما. فالمطبخ الجميل بتبقى الإضاءة بتاعته مدروسة.
فبيبقى فيه إضاءة عامة قوية وإضاءة تحت الدواليب ولمسة ديكورية بإضاءة صفرة هادية. فدايما بنقول إن الإضاءة الصح بتظهر جمال الخامات والألوان وبتخلي المطبخ مريح للنظر. وفي بقى تفاصيل صغيرة لكن بتعمل فرق كبير. أحيانا الجمال بيجي من أبسط التفاصيل، يعني مقبض شيك، الخلاطات تختاريها تبقى عصرية وأنيقة، بتفرق جدا في جمال المطبخ. الحوض برضو لما بيبقى كبير كده وأنيق بيدي برضو منظر حلو جدا. باك سبلاش مميز، رفوف مفتوحة بلمسة ديكور بسيطة. هي تفاصيل صغيرة بس تأثيرها كبير جدا في المطبخ. وطبعا ما تنسيش تحطي لمسة الحياة، فما فيش مطبخ جميل من غير روح. حطي بقى نبات بسيط، زهرية صغيرة، أو قطع ديكور هادية. الحاجات دي بتدي إحساس إن المطبخ حي ومليان طاقة إيجابية. المطبخ مش بس مكان للطبخ، المطبخ هو قلب البيت، المكان اللي بنبدأ فيه اليوم وبيخلص، والمكان اللي تفاصيله الصغيرة دي بتعمل فرق كبير في الراحة والشياكة. فأول حاجة لازم نفهمها إن المطبخ مش شرط يكون كبير أو مكلف، الجمال بيجي من الإحساس العام. هل المكان مريح؟ وهل الألوان هادية؟ وهل كل حاجة في مكانها؟ لو حسيتي إنك مرتاحة وإنتي واقفة فيه يبقى إنتي كده في الطريق الصح. ونرجع تاني للألوان، فالاختيار بيفرق فرق كبير. وقلنا ان الالوان الفاتحة للمطابخ الصغيرة وده بيدي احساس للنظافة والوسع، لكن ما يمنعش ان احنا نستخدم لون غامق بشكل ذكي. يعني ممكن نحط جزيرة لو عندنا مكان بلون مميز، او نحط حائط واحد بلون مختلف. المهم يبقى فيه توازن بين الالوان، ولا افراط ولا تفريط. وطبعا لازم نحط في المطبخ شوية حاجات خشب، لان هو سر الدفى والفخامة. فوجود الخشب في المطبخ ده بيدي احساس فخم وبيتي في نفس الوقت. ممكن يكون خشب طبيعي او HDF او حتى تقليد الخشب بس يبقى بجودة عالية. فالخشب مع الابيض او مع الرمادي ده بيبقى من اجمل التركيبات اللي بتعيش ومش بتقدم. وبالنسبة للأسطح فالرخام أو بدائله بقى عنصر أساسي في الشياكة. مش شرط يكون طبيعي وغالي، فالبدائل الحديثة بتبقى شكلها تحفة وبتعيش. ولو اخترتي الألوان الفاتحة تبقى مع عروق بسيطة، ده بيدي فخامة من غير تكلف. ولو حابة لمسة جريئة يبقى رخام غامق أو أسطح بلون موحد مطفي. ونيجي بقى للتصميم في الدواليب. فمش مهم عدد الدواليب، المهم تتصمم صح. فالدواليب السادة من غير زخرفة مبالغ فيها بتعيش أكتر، والمقابض المخفية أو البسيطة بتدي إحساس مودرن ونضيف. طبعا ارتفاع الدواليب لحد السقف دي فكرة عبقرية، لانه بيدي شكل اشيك وتخزين اكتر، وبيوسع المساحة رأسيا.
وطبعا لما بتعمليها لحد السقف بيبقى ما يتراكمش عليه الأتربة وبيبقى سهل في التنظيف. وطبعا مش هوصيكي على تنظيم المطبخ، لأن التنظيم هو سر الروعة، فما فيش مطبخ جميل من غير تنظيم. فحاولي بقى الأدراج تبقى متقسمة علشان كل حاجة تبقى في مكانها، يبقى في مكان للمعالق والشوك وحتى الحاجات الطويلة، المقصات، المضرب بتاع الحلويات. واعملي بقى وحدات تخزين ذكية وأرفف داخلية، كل ده بيخلي كل حاجة في مكانها. فالتنظيم مش رفاهية، ده أساس الراحة. وانتي بتختاري الخلاطات او الحنفيات، فاختاري الحاجة اللي تعيش معاكي والشيك، والحوض يبقى عملي. والأجهزة برضو الكهربائية اختاريها بلون موحد، وحطي سلة القمامة تبقى مخفية، واعملي مكان مخصص للأجهزة الصغيرة. فكل تفصيلة صغيرة بتكمل الصورة الكبيرة. فاللمسات بقى الشخصية، حطي نبات أخضر بسيط، قطعة ديكور صغيرة، برطمانات إزاز، فواحة خفيفة تديكي انتعاش جوه المطبخ. الحاجات دي بتدي روح للمكان وطاقة إيجابية. حتى المطابخ الصغيرة ممكن تكون جميلة وتحفة بالألوان الفاتحة، ان انتي بتستغلي كل سنتيمتر فيها، بالوحدات الذكية، بمرايات او اسطح لمعة. فالمساحة الصغيرة مش عائق خالص انك تعملي مطبخ جميل وشيك. الفكرة هي التنظيم والاساس. وطبعا لما بنيجي نختار خامات، نختار الخامات اللي بتعيش والعملية وبتبقى سهلة التنظيف. لازم اهم حاجة تبقى سهلة التنظيف عشان كل حاجة كده تبان وتظهر جميلة، وبتبقى مقاومة للمية والحرارة وتتحمل الاستخدام اليومي. فالمطبخ الجميل هو اللي يفضل حلو بعد سنين طويلة. وطبعا كل ما بنقلل الزحمة البصرية، يعني مش كل الحيطان تبقى ألوان، مش كل الأسطح مليانة، فالبساطة هي سر الرقي. فكل ما المطبخ كان أبسط ومعلهوش زحمة كتير، فكل ما كان أشيك. الجمال الحقيقي هو ان المطبخ يكون سهل التنظيف، مش محتاج مجهود كبير، وعملي في الاستخدام اليومي. واختاري الخامات والأسطح اللي تعيش معاكي وتريحك. وفي الآخر مطبخك مش لازم يكون كبير علشان يكون جميل، ولا لازم يكون غالي عشان يكون شيك. السر في الاختيار الصح والترتيب واللمسة اللي شبهك. ولو عجبكم الفيديو اعملولي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واشتركوا لأصدقائكم عشان يوصل لكم كل جديد في عالم الديكور والجمال والتنظيم. واستني أفكار ديكور أكتر تخلي بيتك أجمل وأريح. وشكرا على وقتكم الجميل، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.